السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخد أحلى امتحان نموذج. ده مراجعة ليلة الامتحان. أنا عارف إن بعد بكرة الامتحان بتاعكم، بس برضو هناخده النهاردة. علينا إن الصف السادس الابتدائي العلوم، عندنا ستة ابتدائي الأضواء، الفصل الدراسي الثاني 2025-2024 الأضواء النهائية. نشكر طبعا اللي عمل لنا لايك واشتراك. أتمنى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وخلينا نبدأ. أول سؤال: حركة المياه بين التجمعات المائية المختلفة هتكون دورة المياه. سقوط أشعة الشمس مائلة جدا على منطقة ما. أنا مش هكتب عشان الخط، شايفين الخط ده؟ مش هكتب هنا في ماذا عشان عاوز كلام كبير وكتير، هقول لكم كلام وانتوا تتلقوا مني. عندي ماذا يحدث عند سقوط أشعة الشمس مائلة جدا على منطقة ما؟ لما الشمس تسقط مائلة جدا على منطقة ما، هقول تتوزع أشعة الشمس على أماكن كبيرة، وأكتب نقطة وأقول له ويتسبب هذا في برودة الحرارة، درجة الحرارة. ماذا يحدث عند الارتفاع لأعلى في الغلاف الجوي للأرض بالنسبة للضغط الجوي؟ مثلا قال لك بالنسبة للضغط الجوي، يبقى أقول له الضغط الجوي بيحصل له إيه؟ يقل بكتب له في السالب مش في الموجب. غلط، هي تقل مش تحويل المساحات الطبيعية مثل التلال إلى مصانع ومنازل، مثلا زي التلال وزي الأراضي المنبسطة وزي الحدائق. لما أحولها لمصانع ومنازل هيحصل إيه؟ تتلف الحياة الطبيعية أو الطبيعة، أو المكان ده يتلف والطبيعة تهدد. اكتبها بالطريقة اللي انت عاوزها. زيادة شدة الضوء التي يتعرض لها النبات. لما الضوء يبقى شديد جدا 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 هيحصل ايه للنبات؟ أهم حاجة الكلمة الأخيرة للنبات. وده برضه مصانع ومنازل، ممكن يقولك إلى حدائق. أقول له هتزيد في الكلمة الأخيرة بتفرق جدا. وكمان دي مش منطقة، ممكن دي أيوة هي منطقة. لها النبات زيادة شدة الضوء التي يتعرض لها النبات. لما النبات يتعرض لضوء شديد يذبل. النبات يذبل النبات. السؤال الثاني: ضع علامة صح أو غلط أمام العبارة الآتية. تتميز غابات السافانا العشبية بتربة طينية صفراء. يعني تربة طينية صفراء. ازاي تربة طينية وصفراء؟ احنا عارفين التربة الطينية سوداء أو بنية مش صفراء. يبقى اكتب له إجابة خاطئة. اذكر مثالا واحدا. إحدى طرق الحد من التعرية. انت عاوز تحد التعرية، ما تخليش فيه تعرية كتير، هكتب له حفر الخنادق. وعاوز مثال واحد. أحد التحديات البيئية، التحدي بيئي اللي تواجه الطيور والأطيور المهاجرة. أنا هقول لكم 2 وخدوا واحدة منهم عادي. مثلا نقص الماء والغذاء، وكمان الحيوانات المفترسة زي الأسود
وزي النمور وزي الفهود والكلام ده كله والتماسيح الطيور المائية. هيقولك اذكر أهمية كل من الجهاز البارومتر. عاوز جهاز البارومتر أهميته ايه؟ قياس الضغط، قياس الضغط الجوي، ضغط، قياس الضغط. أنا هختصر الضغط، وأنت في الامتحان هتكتب له قياس الضغط الجوي. الجينات في الكائنات الحية هكتب له هي اللي بتدينا، هي التي تعطي الكائن الحي المواصفات والأشكال في الجسم من الآباء إلى الأبناء. تكتبها زي كده. يلا على السؤال الثالث، اختار الإجابة الصحيحة مما بين التربة نقط حبيباتها كبيرة الحجم وأقل احتفاظا بالماء. التربة ايه اللي حبيبتها كبيرة؟ احنا الطينية حبيبتها صغيرة وبتحتفظ بالماء كتير. الصحراوية فيش أصلا تربة اسمها التربة الصحراوية الصفراء، هي التربة الصحراوية. هي التربة الرملية. إجابة صحيحة، التربة الرملية، قلتوها صح. يسمى تبخر الماء في أوراق النبات يعني المية لما تتبخر في أوراق النبات بيبقى ده إيه أصلا؟ صح، النتح. علل اختلاف الضغط الجوي من منطقة لأخرى على سطح الأرض. يعني أنت الضغط الجوي بتاعك من منطقة لأخرى. أنت عندك ضغط جوي في مثلا في البحر وفي الجبل، يعني ضغط جوي أقل اللي في الجبل. أقول له بسبب اختلاف عمود الهواء من منطقة إلى أخرى. تكتب له اختلاف عمود الهواء من منطقة إلى أخرى. يعد البحر الأحمر ونهر النيل من محطات التوقف المهمة لملايين الطيور المهاجرة خلال فصل الشتاء. هكتب في أول سطر نهر النيل وأعمل نقطتين كده واكتب نهر النيل هي محطة مهمة بالنسبة لهم بسبب تواجد المياه العذبة فيها. والبحر الأحمر نقطتين وأقول له بسبب اعتدال درجات الحرارة في البحر الأحمر واختلاف البيئة الساحلية والبيئة الفيضية. يلا السؤال الثالث، إضافة الرمل والطمي يساعد في إصلاح التربة. يعني هيقول لك ليه؟ لأن الطمي والرمل هما الاتنين بيساعدوا إن فيهم في معادن. في الرمل فيه معادن كتير، والطمي فيها مية كتير بتحتفظ بالمية. فاكتب له لأن الرمل يحتفظ بالمعادن والطمي يحتفظ بالماء، هما الاثنان يساعدان في إصلاح التربة وإنبات نبات سليم. السؤال الرابع أكمل. تنتقل الحرارة من الفضاء الجوي للأرض عن طريق طبعا الإشعاع. احنا خدنا الإشعاع والحمل الجوي. الإشعاع تعتبر نقط وحدة بناء الصخور. ايه اللي وحدة بناء الصخور؟ المعادن عشان المكان. من العوامل التي يتم من خلالها تحديد اتجاه حركة الهواء، عندنا حاجات كتير زي مثلا في أجهزة زي جهاز حركة الهواء الاتجاه، يعني زي الأدوات اللي بتاعتها زي البارومتر. الحاجات دي كلها تسبب العواصف الرملية في حدوث أضرار كبيرة. اذكر اثنين منهما. إتلاف التربة أول واحدة، وتاني واحدة الطيور مش هتعرف تهاجر
من مكان لآخر عشان العاصفة الرملية اللي حصلت عندنا احنا هنا في سوهاج وفي مصر كلها أعتقد. وضح نوع التكيف في نقط في نمو النبات باتجاه الضوء. نوع التكيف إن النبات يروح باتجاه الضوء، تكيف سلوكي. بكده نكون خلصنا النموذج الأول للاختبار اللي احنا خدناه ده، العلوم الصف السادس الابتدائي، نماذج امتحانات الأضواء النهائية الصف الدراسي الثاني 2024-2025. وبكده نتمنى ان تكون اللايك والاشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا قلت كده في الاول برضو عشان اسمع كلامي. نتمنى لكم التوفيق ولنا جميعا يا رب. وكده نكون خلصنا الامتحان بتاعنا الجميل اهو، الامتحان كله. هديكم النموذج التاني في النموذج التاني في قائمة التشغيل. افتح قناتي واكتب افتح قائمة التشغيل، لاقي قائمة العلوم الصف السادس الابتدائي. هما 3 فيديوهات 3 نماذج وخلصنا كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.